عضو صغير شبه الكمثرى موجود في الجنب اليمين من البطن تحت الكبد، بيقوم بوظائف هضمية مهمة، لكن بمجرد ما بيلتهب أو يحصل فيه مشاكل بنضطر إن احنا نشيله تجنبا لحدوث مشاكل أكبر. إزاي وإمتى بنلجأ للتدخل الجراحي في حالات مشاكل المرارة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا من برنامج تدخل جراحي. اهلا بيكم، انا دكتور محمد منصور، اخصائي الجراحه العامه والمناظير والاوعيه الدمويه والدوالي والقدم السكري. المراره دورها هو تخزين العصاره الصفراويه اللي بيفرزها الكبد، وبتقوم بافرازها داخل الامعاء عشان تقوم بهضم وتكسير للدهون. طيب المريض بيعرف ازاي ان عنده مشكله في المراره؟ في الاول ممكن يكون مفيش اي اعراض للمراره بسبب ان الحصوات لسه قليله، ولكن لما الحصوات دي بتزيد بتعبر عن نفسها في صوره وجع في الجزء الايمن اعلى البطن، والوجع ده ممكن يسمع في الظهر، ممكن يسمع في الكتف، وبيكون الم شديد جدا وبيزيد خاصه بعد اكل وجبه دسمه تحتوي على دهون او اكل حلويات. طيب ايه اللي هيحصل لو ما عالجناش المراره الملتهبه اللي جواها حصوات؟ الحصوات اللي جوه المراره دي ممكن تتحرك من مكانها وتروح تسد احدى الطريقين، اما القناه الصفراويه وتتسبب في حدوث صفراء انسداديه وده مرض خطير جدا، او تسد القناه البنكرياسيه وده بتعمل حاجه اسمها التهاب حاد في البنكرياس وده مرض خطير جدا جدا جدا. ازاي بيتم علاج المرارة؟ بيتم عن طريق عملية استئصال المرارة بالمنظار الجراحي، ودي عملية بسيطة بتتم عن طريق 3 أو 4 فتحات موجودين في البطن بنتعرف بيها على المرارة، وبيتم تدبيس القناة المرارية وتدبيس الشريان المغذي للمرارة، وبعدها بيتم استئصال المرارة بعد تسليكها، وبنسيب حاجة اسمها درنقة لتصريف أي تجمع متواجد بعد العملية، والمريض بيبدأ يتناول غذائه تدريجيا بدءا من تاني يوم بعد العملية. العملية بسيطة ان شاء الله، وبتريحنا من معاناة وألم كتير، وبتحمينا من المضاعفات الخطيرة اللي احنا قلناها. ما تقلقش من الجراحة لان المنظار سهلها كتير وقلل مدة التعافي وخلي العملية امان اكتر. شاف الله كل مريض، وتمنياتي بالسلامة للجميع. لو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت تحت الفيديو وهجاوبك عليه، واستنونا في الحلقات الجاية من برنامج تدخل جراحي.